البطولة في الرباط، فتبي المنتخب المغربي هو اللي قام بأقوى ريمونتادا في تاريخ كرة القدم. ألف مليون مبروك، أنا مبسوط وفرحان. وأنا بلعب رحت السنغال وتعاملت معاملة سيئة جدا أنا وفريق نادي الزمالك. لماذا الاتحاد الافريقي سحب البطولة من السنغال واعطاها المغرب؟ اسمع معي، هي واحدة من حاجتين. الحاجة الأولى اني انا فاهمك الموضوع، انه قانون في الاتحاد الافريقي رقم 82 و84 يقول انه اي منتخب او اي فريق يغادر الملعب بدون موافقة الحكم يعتبر خاسر 3-0. يعني تخيل فريقي ممكن انا خسران لاعب والفريق الثاني قاعد ضاغطني ويمكن بيسجل باي لحظة، بسوي اسحب فريقي واروح اتك بغرفة تبديل الملابس واحط تشكيلة واخليهم يريحون والفريق الثاني يبرد وبعد ادخلهم الملعب. احنا مو كرة سلة وهذا وقت مستقطع، هذه كرة قدم يا اخوان. فالاتحاد الافريقي بقراره هذا حفظ ماء وجهه من الكارثة اللي صارت في النهائي، الكارثة اللي ضحكت العالم كله على الاتحاد الافريقي. وترى كلامنا هذا كله يعني ما يغني انه خلاص النجمة الثانية خلاص تبي تصف جنب اختها، يعني بس حاول انه احنا نفهم العالم، ولكن اذا ما تبي تفهم في الخيار الثاني. اما الخيار الثاني سمع تفضل خلاص، يعني البطولة في الرباط، فتبي خلاص. الف مبروك المغرب. المنتخب المغربي هو اللي قام بأقوى ريمونتادا في تاريخ كرة القدم. نعم، فبنفس اللحظة اللي السيتي عم يخسر بال5-1 من ريال مدريد وتشيلسي عم يخسر بال8-2 من باريس سان جيرمان، المنتخب المغربي كان عم بيحقق بطولة كأس أفريقيا. نعم انتم سامعين صح، فتعالوا احكي لكم عن أغرب قرار ممكن تسمعوا بحياتك في تاريخ كرة القدم. فعليا أول مرة بشاهدها بحياتي، قرار جدا صادم وغريب، بطولة تسحب من الفريق الفائز وتعطى للفريق الخسران. فالاتحاد الافريقي يعلن بشكل رسمي سحب بطولة كأس افريقيا 2025 من المنتخب السنغالي ومنحه للمنتخب المغربي. ممكن هذا اجرأ قرار ممكن نشوف في تاريخ كرة القدم. طب هل فعلا المنتخب المغربي يعتبر سارق للقب؟ لا، بكل بساطة المنتخب المغربي قدم استئناف وتم قبوله من قبل الاتحاد الافريقي، لانهم شافوا انه سلوك المنتخب السنغالي في نهاية المباراة كيف انسحبوا وظلوا اكثر من ربع ساعة سلوك يخالف الانظمة، فبهذا تم قبول الاستئناف تقريبا بعد شهرين من البطولة، واعتبار المنتخب المغربي فائز في لقب كأس افريقيا بنتيجة 3-0 على السنغال. عبير المنتخب السنغالي انجنوا فعليا بعد هذا القرار. احنا احتفلنا مع الشعب، احنا احتفلنا باللقب وجالسين ينشروا صورهم مع اللقب. الله رتبها، دعاوي رمضان. فعليا هذا الكاس كان سبب ببكاء الملايين من الشعب المغربي، الان هم الابطال. خسارة هذا اللقب كاس افريقيا كان سبب بقرارات جدا جريئة في المنتخب المغربي، اهمها اقالة اعظم مدرب في تاريخ المنتخب المغربي الركراكي. الف مبروك للشعب المغربي هذه البطولة، ولكن اكثر شخص فرحان اللي هو ابراهيم دياز. بصراحة قدم كاس افريقيا عالمي، كان هداف البطولة، ولكن بالاخير ضيع ركلة جزاء بطريقة غريبة وانهارت نفسيته. تبلد المسكين، حتى بعد ما عرف انه البطولة صارت مغربية ردة فعله كانت جدا بسيطة. ابراهيم عاش عذاب ضمير جدا صعب. ألف مليون مبروك للمغرب وللشعب المغربي ولوليد الركراكي وللاعيبة المغرب. 1000 مليون مبروك، أنا مبسوط وفرحان. حضرتك أنت مش مبسوط ومش فرحان، أنت حر، كل واحد حر يا حبيبي. أنا مبسوط لأن المغرب شعب بيحبنا، شعب مضياف، شعب عمل بطولة على أحلى وأروع تنظيم، تمام؟ شعب طول عمره بيشجع الأندية المصرية. فاكرين تشجيع المغاربة للأهلي في كأس العالم للأندية؟ أي فريق بيروح هناك بيتم تشجيعه. فاكرين ماتشات، كان في بعض الماتشات مصر بتلعب هناك وبيتم تشجيعها، استقبالهم للفنانين المصريين، المضيافين، محبين، كل حاجة حلوة من الشعب المغربي. والشعب المغربي يستاهل. وكرة ضربة جزاء 100% اللي اتحسبت واللي على اساسها المنتخب السنغالي انسحب، تمام؟ لو انت بقى ناسي ومش فاكر، لا تعالى افكرك. وانا بلعب رحت السنغال وتعاملت معاملة سيئة جدا انا وفريق نادي الزمالك، وكنت كابتن الفرقة ساعتها. مش ناسي افكرك، انت نفسك فاكر لما رحنا السنغال عشان ماتش، عشان كاس العالم في قطر؟ فاكر؟ وكنتوا بتقعدوا تقولوا لازم الماتش يتعاد، والجمهور عمل ايه، والتعامل الجمهور مع اللعيبه، والاتوبيس مش راضي يخش، والتعامل والليزر وكل الحاجات اللي حصلت، وخرجنا من كاس العالم بضربات الجزاء بعد ما ضيع محمد صلاح واحمد سيد زيزو. فاكرين ولا مش فاكرين؟ فاكرين التعامل ده؟ وكان في نوع من ان احنا محاولات ان احنا نشتكي ونعيد المباراه عن طريق الكاف وبتاع. فاكرين ولا مش فاكرين؟ انا مبسوط للمغرب، فرحان للمغرب. شاء من شاء وابى من ابى، كل واحد حر. حضرتك مش مبسوط انت حر، انا مبسوط انا حر. حضرتك اللي زعلان ومتضايق ان المغرب تاخد كاس العالم براحته، هو حر.
لكن انا مبسوط ان المغرب تروح كاس العالم وهي بطلة افريقيا، والمغرب وشعبها ينبسط ويفرح بالفوز بالبطولة الافريقية. صباح الفل.